السلام عليكم خوتي وخواتاتي المقيمين في قطر. كنتمنى تصنتوا ليا وكنتمنى هاد الفيديو ديالي يسمعوه كاع الناس، لان نطالبوا مساعده، ماشي مساعده ماديه او يساعدني شي واحد. انا غير طالبه باش ناخذ حقي. عندي واحد الدعوه في المحكمه مع طليقي على النفقه ديال بنتي والنفقه ديالي، لحد الان ما خديتهاش. انا كنت مجوجه بواحد السيد مصري، كنت مجوجه به في قطر، تزوجت به قطر 4 سنين ونص، تزوجت به وولدت معه بنيه. دابا قصتي من الاول نعاودها لكم مختصره باش ما نطولش عليكم. انا تزوجت به، سكنت انا وياه، كريت انا وياه، كنخلص انا وياه الكرا، كنخلص انا وياه كلشي، فلوسي كنخبيهم باش نديرو مستقبل يعني كان مستقبل ليا مستقبل بنتي. كانت نيتي انايا هي الزواج، وبانني انايا نكون راسي انا وياه كاي بنت، كي اي وحده كتمنى راسها باش حلال. ما كنقلبش على شي حاجه حرام، كنقلب غير على الحلال. كنت خدامه كوافوره وكنت خدامه وخدا لي فلوسي، وانا ماشي بيا فلوسي دابا حاليا، داكشي مشى. خدا لي فلوسي، خدا لي رزقي كله، خداه ليا. كنت اي حاجه كنشدها كياخذها ليا، اي حاجه كنشدها كناخذها. وانا كنقول لا راه كنجمعوا، كيقول لي كنكونوا راسنا وكنجمعوا باش نشريو الدار في مصر وباش نديروا باش نفعلوا، ديري مشروع ديال كوافوره ديري هذه. المهم ما علينا، بقينا مجوجين بقينا باركين. المهم شديت، انا حملت الوقت اللي انا حملت كانت عندي 3 شهور ولا كان عندي 4 شهور في كرشي. كان ضربني في كرشي، كان باغي يقتل لي بنتي في كرشي، قال لي تموت. ورغم ذلك داخلوا دارهم وداخلوا دارنا ورجعنا عاوتاني، وبقيت مستمره معاه وبقينا مستمرين. دازت جات كورونا، ولدت بنيتي بركنا، كانت كورونا ديك الساعه باقا. بنتي ولات عندها 11 شهر. نزلنا لمصر هنا، من هذا المشكل ديالنا نزلنا لمصر، نزلنا عند دارهم. اول مره غادي نشوف عائلته وغيشوفوا بنتي وغيشوفوني انا. نزلنا بركنا 3 شهور زياده، بركنا معاهم، دوزنا معاهم ايام زوينه. دفع هويا في دار، دفع في دار تمايا في مصر. صافي عاود رجعنا باش نبداو باش نكملوا حياتنا، باش بنادم يدير المستقبل ديالو. من الوقت اللي رجعنا ولا معايا في المشاكل، ولا كيضربني. عندي هذا عدم تعرض 2 مرات. الوقت اللي ما كنتش لكم، الوقت اللي انا كيفاش، الوقت اللي طلقت كان ديك الايام تعرف على شي وحده تونسيه من نفس الكفيل، وتعرف عليها، مش بلا ذكر الاسماء، باش نذكر سميتها. الزواج كيبقى اسمه نصيب، انا ما همنيش الامر. ما بقاش كيجي لي للدار، ولا كيجي يضربني على قبلها، ولا كل مره يضربني. بنتي نفسيتها دمرت، بنتي ولات كتخاف، ولات كترعد. انايا كنت بخير في وجهي، بخير في صحتي، ضعفيت الخوف، وليت عايشه في الخوف معاه هوايا. ولا كيضربني بزاف، ولا كل مره جايين الشرطه، غاديين الشرطه، جايه الاسعاف، كتمشي كتجي، دايره لي 2 تاع عدم تعرض. شويه كيرجعوا الناس كيعرفوه وكيعرفونا، رجعوه للدار، يقولوا لي حرام هادشي اللي كدير. كيرجع للدار. الوقت اللي خرج من الدار قال لي انا سيري طلقي راسك، والرساله انا غادي نصيفطها لكم. كتب لي الرساله في نهار في شهر 12، في اخر الشهر قبل ما يدخل هذا العام اللي فات، قبل ما يدخل صيفط لي قال لي سيري طلقي راسك. مشيت قال لي طلقي راسك. بركت انايا مشيت للمحكمه، دفعت الدعوه للضرر. من الوقت اللي انا دفعت الدعوه للضرر، طلبوا لي صافي، عيطوا ليه ما بغاش يجي، عيطوا ليه ما بغاش يجي. هضروا مع الكفيل ديالو هذيك الوقت، وكانت بنتي معايا، وبركت انا وبنتي كيصرفوا عليا. صرفت عليا واحد السيده مغربيه الله يجازيها بخير، كانت خدامه معايا في الصالون، جابت لي المونه كلها، هي اللي جابت لي التقديه، هي اللي جابت لي كلشي. بنتي هي اللي جابت لي كلشي، الله يرحم لها الوالدين. من بعد جات عندي مغربيه كانت نفس حتى هي خدامه معايا، كانت كتجيب فلوس. وكانت واحد السيده قطريه كانت كتساعدني حتى هي بالفلوس، كانت تصيفط لي الدريول، وكانت كتصيفط لي باش نعيش انا وبنتي.
والوقت اللي انايا صافي كنمشي باش ندير الدعوه جا عندي وكذب عليا، قال لي لا وانا غادي نرجع وانا نبرك في الدار وانا هادي صافي، ونبركوا ونرجعوا. وانايا انا ماشي واحد الدريه صغيره، ماشي واحد الدريه باغا الزنقه باغا السترة، وعلى قبل بنتي كنت باغا نصبر على قبل بنتي، بس هو ما بغاش يصبر. شد هو ولا كيرجع عاوتاني كيضربني، رجع كيضربني، خليني تسامحت ليه، رجع كيضربني. ومن رجع كيضربني صافي قال لي غطلقي، الا ما كنتيش غطلقي غناخذ لك البنت. هو كيعرفني انا كنبغي بنتي بزاف، وانا هو الوقت اللي صافي ما بقاش باغيني، الوقت اللي يعني خرج من الدار ما بقاش باغي، حيت انايا الوقت كنرضع بنتي، وانا بنتي كنرضعها ما كترضعش حليب عادي، حليب طبيعي. وانا ملي كنرضعها انا ما يمكنش نمشي نستقر في شي صالون، وليت كنخدم بحال هكا خدمه قليله، نمشي هنا ونجي هنا سمحوا لي. وانا عارفه دوله قطر وعارفه حكومتها وعارفه كل شيء كيعطيو الحق الناس. انا ما طالبه والو، انا طالبه غير حقي، حق بنتي بس. انا بغيت نعرف كيفاش غنوصل حتى ناخذ هاد الفلوس، كي غندير. انا صيفط فتحت كونط في البنك هنايا، فتحت كونط في البنك هنايا، قال لي محامي حولي ليا، حولت ليه وحول لي مسكين الله يجازيه بخير، حول لي بانه غادي تحولوا لي فلوس. باقي الساعه ما جاني والو، وباقي هو ما حط والو. هو اللي انا سمعت من اختو قالت هو راه حط 1000 ريال، على حسب حط 1000 ريال باش يحيد الحجز، لانه حازين لي على السياره وحازين لي على العقار وعلى سجلاته هو مندوب، وهو كيتوشي 7000 ريال، 7000 ريال. وكيكذب على المحكمه، عندي الوراق والادله بانه كيكذب بانه ما خدامش، هو خدام بلا ذكر الاسم، هو خدام في فندق وخدام في العلاقات العامه دابا حاليا، يعني خدام في فندق وبخير عليه. حرام عليه، علاش يحط غير فلوس بنته؟ انا ما باغا منه والو، انا بعدت منه، انا ضحك عليا انا وبنتي. قال القاضي هي ورقه طلاقي غادي نصورها ونصيفطها لهذا السيد عماد تبع القناه وغيحطها. قال القاضي بانني قطع لي الي وروتور ديال الطياره ديالنا، انا نازله للمغرب وراجع انا وبنتي، ولا اساسي طلع لي القاضي ايجار بيت ومعيشه، ما عطاني لا الايجار البيت ولا المعيشه. الوقت اللي قطعنا الي وروتور الطياره، شد لي الطياره ديال الروتور حيدها ليا، وقفها ليا. مشيت ديال التيكيت ديال تركيا، قال لي موقفين لك موقفين لك الطياره من مصر، حيت راجل اختو وهو اللي كان قطع لي الطياره، وباقي عندي ورق ديال الطياره غنصورهم تا هو غنصيفطهم للسيد عماد ان شاء الله باذن الله. الوقت اللي انايا وقف لي الطياره، مشيت خليت بنتي ومشيت على باش ندافع على حقي وحق حق بنتي، ما نسمحش في حق بنتي. لانه علاش؟ لانه هو خدام، ماشي شي واحد ما خدامش، وحرام عليه، حرام يضحك عليا ويضحك على بنتي. انا ما عنديش مشكل، ولكن بنتي اش دارت؟ اشنو ذنبها؟ هي مسكينه، اش غندير؟ انا ما عارفه لا نخدم، ما عارفه شنو غندير. مشى حرش عليا الكفيل ديالو، الوقت اللي انا رجعت حرش عليا الكفيل ديالو، الكفيل ديالو مشى دار ليا بلاغ غروب. الوقت اللي انا كنجري في المحكمه انا ما قارياش بزاف وما كنعرفش. الوقت اللي انا مشيت، الوقت اللي كنبرك في الجلسات، الجلسه الاولى ما جاش، الجلسه الثانيه مشى دار ليا هويا اسقاط حضانه. الوقت اللي انا مشيت للجلسه على اسقاط حضانه هو ما جاش، الغوليه القضيه ديال اسقاط حضانه. انتم سمعتوا قصتي.